أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بشرف ومعتقداتي، أقسم أن أكون مخلصا لفلسطين وأن أعمل على تحريرها. في الذكرى السنوية السادسة والخمسين لانطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة التي فجرتها حركة فتح في الفاتح من يناير عام 1965، نؤكد على تمسكنا بالثوابت الوطنية الفلسطينية، حقنا في العودة وتقويم مصير وتجسيد الدولة على أرض فلسطين الحبيبة وعاصمتها القدس، كما أؤكد على التزامنا بمسيرة شعبنا النضالية في السير قدما نحو تحقيق أهدافنا وخلف قيادتنا الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس. كما نؤكد على استمرارنا في هذا الضرب، ضرب الشهداء والمناضلين والأسرى والجرحى وكافة أبناء شعبنا لما لهذه الانطلاقة وذكراها السادسة 56 من حيوية خاصة تجاه أبناء شعبنا وكافة أطيافه السياسية الوطنية على أرض فلسطين. فاطمة الطيب. بسم الله، باسم فلسطين، باسم الشهداء والجرحى والأسرى، نتقدم لشعبنا الفلسطيني الصامد والمرابط بالتهنئة لذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، ثورة الحق والصمود. إنها 56 عاما لانطلاق ثورتنا وحركتنا، أم البدايات وأم النهايات. إنها الرصاصة الأولى في وجه الاحتلال، وتأتي الذكرى اليوم كل عام للتأكيد والتذكير لدور الثورة الفلسطينية المعاصرة على سلم القضايا العالمية وعلى استمرار النضال الفلسطيني حتى تحقيق المطالب الوطنية. تلك الثورة التي استطاعت بنضالات وتضحيات أبناء شعبها أن تحافظ على جدوى النضال متقدة حتى يومنا هذا. هذه الثورة العملاقة التي حولت مجموع اللاجئين أيضا إلى شعب يفرض نفسه على الخارطة الدولية كشعب مناضل صامد من أجل نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. نجدد العهد والقسم حتى تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني بإعلان الدولة الفلسطينية ونيل الحرية والاستقلال. عاشت فلسطين، عاشت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة الذكرى 56 لانطلاق الثورة الفلسطينية التي فجرتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، نجدد العهد والقسم أننا على درب سائرون، على درب الشهداء الذين سبقونا، على درب الياسر أبو عمار، حتى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وإنها لثورة حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر. في الذكرى 56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، وبهذه المناسبة نجدد العزم والولاء والإصرار على المضي قدما إلى الأمام خلف قيادتنا الوطنية والحكيمة. ولا يزيدنا ظلم الاحتلال إلا إصرارا على مواصلة النضال والثبات على طريق النصر لإنهاء الاحتلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كل التراب الفلسطيني. وكما نؤكد وقوفنا ودعمنا الكامل خلف قيادتنا الوطنية والحكيمة. الثورة الفلسطينية المعاصرة التي أشعل شرارتها الأولى القائد الشهيد ياسر عرفات وأخوانه القادة المؤسسين للحركة، وبانطلاقتها في الفاتح من كانون الأول من عام 1965، هذه الانطلاقة التي أعادت خارطة فلسطين جغرافيا وسياسيا. سنبقى في حركتنا متمسكين بثوابتنا الوطنية التي استشهد من أجلها الآلاف وقضى من أجلها القائد الشهيد ياسر عرفات. سنبقى متمسكين بحقنا في الحرية والاستقلال والعودة، والقدس عاصمة أبدية لفلسطين ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، متمسكين بالقرار الفلسطيني المستقل
وكما قال الشهيد القائد ياسر عرفات: العهد هو العهد والقسم هو القسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة الذكرى 56 لانطلاقة ثورتنا الفلسطينية المعاصرة بقيادة المارد الفتحاوي، نتقدم إلى أبناء شعبنا البطل بالتهاني والتبريكات، آملين بأن تنقلنا سفينة الفتح حيث النصر والتحرير والعودة وتقرير المصير، وأن تتحقق أمان شعبنا بإقامة دولته الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني المستقل وعاصمته القدس الشريف، وإنها لثورة حتى النصر. عمورة. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم فلسطين، باسم الشهداء الذين رووا أرض فلسطين بدمائهم الطاهرة الذكية، باسم الجرحى، باسم الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وسجون الظلم والقهر، نتقدم لشعبنا العربي الفلسطيني المناضل المجاهد والمرابط على أرضه إلى يوم الدين بالتهنئة في الذكرى 56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية العظيمة وحركتنا حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. هذه الانطلاقة التي شكلت محطة فارقة في التاريخ المعاصر الفلسطيني لا يوازيها أهمية سوى الانتفاضة الشعبية، انتفاضة الحجارة عام 1987. لقد شكلت ثورتنا الفلسطينية الفجر الجديد والأمل، وأعادت توحيد الشعب على هدف التحرير والعودة، وأن يكون الفلسطيني هو صاحب الفعل والقرار بما يتعلق بمصيره ومصير قضيته. بهذه المناسبة العظيمة نجدد العهد والقسم حتى تتحقق أهداف شعبنا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. عاشت فلسطين حرة عربية أبية وإننا لعائدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وتقترب الذكرى لأنها الفتح، كنا وسنبقى لها أوفياء، على العهد والقسم والعهد سائرون قولا وفعلا، هكذا كنا وسنبقى. عاشت الذكرى ودامت الفكرة. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتبنا على درب البداية لهب وعاصفة وراية، فاستمروا يا صحاب استمروا، وأوقدوا من دماء شموع النهار. في الذكرى 56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، أتوجه بالتحية لشعبنا الفلسطيني البطل في كافة أماكن تواجده. 56 عاما من عمر ثورة المستحيل ومسيرة الأوفياء، الثورة التي بددت ظلام النكبة وبعثت من جديد الشخصية الوطنية الفلسطينية. فتح التي حافظت على حلم الشهداء والأسرى البواسل والقرار الوطني الفلسطيني المستقل. فتح الرمز الخالد ياسر عرفات، أبو الوطنية الفلسطينية ومفجر وقائد ثورتنا المظفرة، وحامل الأمان من بعده الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن، وهو القائل بتحد وثقة: القدس ليست للبيع، وحقوق شعبنا ليست للمساومة. في هذا اليوم الأغر نعاهد شعبنا الفلسطيني العظيم في كافة أماكن تواجده بأن تستمر المسيرة، مسيرة الأوفياء، حتى تحقيق أهدافنا في العودة والحرية والاستقلال والقدس العاصمة. عاشت الذكرى ودامت الثورة، وإنها لثورة حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صدق الله العظيم. نهنئ شعبنا الفلسطيني العظيم بكل أصقاع الأرض بقدوم العام الجديد، أعاده الله عليكم بالخير والبركة. كما نهنئ شعبنا الحبيب
بالذكرى 56 لانطلاقة ثورتنا الفلسطينية المعاصرة، أعادها الله عليكم بالنصر والتحرير وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على أرضنا الحبيبة فلسطين. دمتم وعاش نضال شعبنا وعاشت فلسطين وتحيا فتح. حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، إقليم ألمانيا، أخوكم أبو محمود سعيد. لمي جروحك يا فتح، أشرقت شمس الصبح، غنى الطير تبقي بخير ومجدك عراس السطح. ولادك تقسم على الوعد، أصواتهم برق ورعد، والأمل عاصفة وبعد بالأرض نزراع القمح. عدت غيومك بالمطر، مريتي على كل الحفر، وبقيتي وعشقتي السفر، بيروت وتونس بالجرح. فيك تعلمنا الكفاح، ولفينا الكوفية وشاح، وبكينا كل اللي راح، ياسر فخر ومدح. شهدائك عشقوا القدر، أسماءهم عاجذع الشجر، رسموا الوطن بعز وكبر، قالوا الكرامة ما تنشلح. قوة وأصالة وعنفوان، خطيت حدود الزمان، باسمك ما نضيع العنوان، حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. وهذا قسم